السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هعمل معاكم النهاردة وصفة البيمبو، بس البيمبو النهاردة هنعمله صحي بالشوكولاتة الدارك وبالشوفان، فينفع جدا كسناك، حاجة حلوة كده بناكلها واحنا ضميرنا مرتاح. وطبعا ما فيش حد فينا ما بيحبش البيمبو، بيرجعنا بالذكريات لورا قوي واحنا صغيرين. ان شاء الله هعمله النهارده من الالف للياء معاكم بطريقه سهله وبسيطه، وكمان هقول لكم على شويه بدائل تقدروا ان تستخدموها. اول حاجه معايا في المقادير 150 جرام من السمنه البلدي. تقدروا تستخدموا 200 جرام من الزبده لو حابين انتوا تضيفوا زبده، وكمان ضفت لهم 3 معالق كبار من سكر الاستيفيا. تقدروا ان انتوا تضيفوا نص كوبايه من عسل النحل بدل السكر الاستيفيا. طبعا المكونات ديت انا بخفقها كويس جدا جدا لحد ما السمنه او الزبده تبقى فلافي وفاتحه كده معايا، وتبقى السكر اندمج كويس جدا معاها. بعد كده بضيف لها حوالي 3 معالق من نشا الذره. هتخلي البسكوتة ناعمة كده وخفيفة جدا. وطبعا بخفق تاني كويس جدا، وبعد كده ببتدي اضيف البيض. انا عندي هنا بيض بدرجة حرارة الغرفة، مهم جدا يعني تطلعوه من التلاجة قبلها بحوالي ساعة او ساعتين. بضيف بيضة. البيضة اللي بضيفها بخفقها لحد ما تختفي تماما في الخليط، وبعد كده ببتدي ان انا اضيف البيضة التانية لحد ما تختفي طبعا. وبضيف لها كمان مع اخر بيضة بضيف معلقة صغيرة من الفانيليا. تقدروا تضيفوا فانيليا الباكت، بتضيفوا حوالي 3 أو 4 باكتات علشان تخلي ريحة الخليط حلو. وبخفقهم كويس زي ما انتم شايفين خليط عامل ازاي، هش وخفيف ولونه فاتح وكله متجانس. بعد كده ببتدي اضيف نص كيلو من الدقيق، دقيق الشوفان. تقدروا تجيبوا الشوفان في البيت وتدوا تحميصه خفيفه جدا في الفرن وتطحنوه وتنخلوه كمان، او تجيبوه، هو دلوقتي متوفر جدا جدا دقيق الشوفان في كل حته. ببتدي ان انا اقلبه. الشوفان الجمال بتاعه ان هو ملهوش عرق زي الدقيق الابيض، فبنقدر ان احنا نقلبه كويس جدا بدون ما نخاف ان هو يعمل عرق ويخلي البسكوته مش حلوه ومش هشه. انا بقلبه لحد ما الدقيق تماما يختفي من الخليط. زي ما انتم شايفين كده في دقيق لسه، لازم اقعد اقلب فيه لحد ما الدقيق تماما يختفي، ميبقاش فيه اي دقيق. دي العجينه اللي احنا عايزينها او اللي احنا محتاجينها. هبتدي ان انا اجيب كيس تلاجة او اي كيس عندك، وببتدي ان انا افرد ما بينه العجينه. طبعا احنا بنفردها بسمك حوالي ما يزيدش عن 2-3 ملي. يفضل ان احنا نعمل كده. بفردها طبعا بين الكيسين، بيسهل عليا جدا الفرد علشان ما تلزقش معايا في الرخامه وما اعرفش اشيلها او اطلعها. فالافضل ان احنا نفردها او نفردها على مفرش سيليكون، وبرضو نحط كيس تلاجة من فوق او ورقه زبده، بس ورقه الزبده بيكرمش وبيعمل طبقه شكلها مش كويس في العجينه، فبفضل الاكياس افضل. ببتدي ان انا اشيل كده الطبقه دي من الكيس، وبعدين بقلبه وبرجع اشيل الطبقه اللي فوق. ده بيسهل عليا كمان ان انا ارفعها من الكيس علشان ما تبقاش لازقه البسكوته نفسها وتقطع مني وانا بشيلها، لان احنا فردينها بسمك مش كبير. طبعا في ناس بتفضل ان البسكوته تبقى كبيره زي ما كنا بنجيبه اللي هو البسكوت العادي، بس الافضل ان هو يبقى رفيع علشان ما يبقاش معاكو السعرات الحراريه بتاعته كبيره او كتيره. هنا انا بقطع بالقطاعه ديت، طبعا تقطعوا بالحجم اللي انتوا عايزينه بقى، يعني مقاس البسكوت اللي انتوا عايزينه. وبعد كده ببتدي ان انا اشيلها بالراحه خالص، لان انا عاملاها زي ما قلت لكم بسمك مش كبير. بشيل العجين الزياده، وبعد كده ببتدي ان انا امسك واحده واحده. شايفين ما شاء الله بتطلع معايا بسهوله، لان انا اصلا قلبت الكيس وطلعتها كلها من ناحيتين من الجهتين. ده السمك اللي احنا عايزينه، زي ما قلت لكم ما يزيدش عن 3 ملي. انا هنا عاملاه حوالي 2 ملي او 1.5 ملي. بعد كده ببتدي ان انا احطه على صاج وبدخله فرن سابق التسخين على درجة حرارة 170 او 180 على حسب الفرن بتاعك. لو الفرن مش حامي قوي او مش مظبوط،
ودرجة حرارته قليلة، فهتدخليه على 180. لو الفرن مظبوط هيبقى على 170. بتدخليه لحد ما لونه يبقى ذهبي فاتح كده وجميل، وتحمر من الجهتين ويبقى شكله جميل. دي الطريقة اللي احنا عايزينها. شايفين ما شاء الله البسكوتة السمك بتاعها مش كبير علشان السعرات الحرارية متبقاش كتير، يعني احنا هنحط بسكوتين وكمان شوكولاتة ما بينهم وشوكولاتة فوقيهم، فاحنا مش عايزين نزود السعرات. هنا انا خلصت الكمية خبزتها زي ما قلت لكم في الفرن لحد ما ادتني اللون الذهبي الفاتح. هسيبه طبعا يبرد تماما، لازم يكون بارد تماما، يعني على الاقل ساعة، نسيبه ساعة على الاقل. وبعد كده ببتدي ان انا اقطع بقى الشوكولاتة. طبعا بتستخدموا الشوكولاتة الدارك اي نوع انتوا بتفضلوه، وببدأ بعد كده بقطعه صغير. ممكن بقى على حمام مائي تسيحوها او تسيحوها في الميكرويف. انا بسيحها في الميكرويف، بقطعها صغير وبحطها في طبق يدخل الميكرويف او بولة، وبديها 30 ثانية في 30 ثانية لحد ما تبتدي ان هي تسيح معايا. طبعا بديها 30 ثانية وبقلب وهكذا لحد ما الاقيها ابتدت تسيح علشان ما تحرقش مني في الميكرويف. وبعد كده ببتدي، ممكن لو الشوكولاته تقيله معاكم بتدوها معلقه زيت عشان تبقى سلسه في الشغل معاكم. انا هنا ما بين البسكوتين حطيت شويه شوكولاته حوالي معلقه صغيره، وبعد كده بغطسها في الشوكولاته وبطلعها احطها برضو على كيس وهدخلها التلاجة. انا بزينتها هنا بالشوفان، تقدروا تزينوها باي حاجه انتوا بتحبوها، بمكسرات. بعد ما تبرد والطبقة تتماسك تزينوها برضو بصوص شوكولاتة او اي حاجة زي ما انتوا عايزين. فانا هنا زينتها بالشوفان وهسيبها لحد ما الشوكولاتة تماسك خالص في التلاجة واطلعها. زي ما انتوا شايفين كده ده البيمبو بتاعنا خلص، وعايزة اقول لكم ان هو طعمه حلو جدا وجميل جدا، احلى بكتير من البيمبو بالدقيق الابيض وبالشوكولاته بالحليب. بالعكس الشوكولاته الدارك مديها طعم حلو جدا. زي ما انتم شايفين بعد ما كسرناه شكلها عامل ازاي، تحفه بجد. يا رب الوصفه تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمه الله.